بيبدأ المسلسل مع شاب اسمه ألفي وهو في مطار القاهرة الدولي مع صاحبته لما، وبنعرف انهم متجهين للمغرب عشان هينفذوا مهمة خطيرة هناك. في الوقت ده بيوصل مسؤول من وزارة الثقافة اسمه شوقي لمقر وجود لوحة عالمية اسمها ذات الرباط الأبيض، وبنعرف ان تم تكليفه من وزير الثقافة شخصيا عشان يشوف اذا كانت اللوحة الموجودة دلوقتي هي الأصلية ولا لا. وده لان في اخبار انتشرت على مستوى الجمهورية بتقول ان اللوحة دي اتسرقت اثناء ترميمها. وبيقول شوقي لمسؤول الترميم انه مش هيقدر يتاكد بنفسه اذا كانت اللوحه دي هي الاصليه ولا لا، وعشان كده هيضطر يستعين بخبير صديقه اسمه الدكتور عماره. فبيتصل بيه وبيقول له انه محتاج له ضروري في هيئه الترميم. فبيقول له دكتور عماره انه مشغول جدا دلوقتي، لكن شوقي بيفهمه انه معاه تكليف رسمي من وزير الثقافه وان الموضوع طارئ جدا. فبيقول له عماره انه جاي بسرعه. وبيوصل ألفي ولما للمغرب اخيرا، وهنا بيظهر ان في بنت مراقباهم وماشيه وراهم من وهم لسه في المطار. وبتركب البنت دي عربيه من قدام مطار مراكش وبتستمر في مطاردتهم من غير ما يحسوا بيها. وبتتصل لما بصاحبها كرم وبتعرفه ان هي وألفي وصلوا للمغرب وجايين له في الطريق، وبنعرف ان كرم يبقى الشخص الثالث في فريقهم. وبعدها بتتصل لما بسيدة اعمال مغربية اسمها نجوى الزيني وبتعرفها انهم هيضطروا يبدروا الميعاد اللي اتفقوا عليه ساعتين، وبتقنعها انها تيجي تقابلها الساعة 1 بعد ما كانوا متفقين انهم يتقابلوا الساعة 3. وبالفعل بتوصل نجوى في الميعاد وبتقابل لما وألفي ومعاهم كرم، وبيتضح ان هم الثلاثة معاهم لوحة ذات الرباط الابيض وعايزين يبيعوها لنجوى، وده لانهم عرفوا انها مهووسة باللوح العالمية، وخاصة لوح الرسام اللي رسم اللوحة دي واللي اشترت منهم 3 قبل كده عشان تحتفظ بيهم. لكن نجوى بتعرفهم انها مش هتقدر تشتري اللوحة قبل ما الخبير بتاعها يوصل عشان ياكد لها ان دي اللوحة الاصلية. وهنا بيفاجئها ألفي ولما ان في مشتري جديد للوحة معاهم اسمه رشيد، وما بيكونش في حل قدامهم غير انهم يعملوا مزاد على اللوحة بينه وبين نجوى. وقبل ما يبداوا المزاد بيقوم الخبير اللي مع رشيد عشان يفحص اللوحة ويشوف اذا كانت اصلية ولا لا. واثناء ما هو بيفحصها بتساله نجوى عن اسمه، فبيقول لها ان اسمه دكتور رياض الاحمدي. ووقتها بتعمل نجوى سيرش عنه وبتلاقي انه خبير مشهور وعنده صفحة كبيرة وكمان في اخبار نازلة عنه. وبينتهي رياض من فحص اللوحة وبيقول انها اصلية في نفس اللحظة اللي بيوصل فيها دكتور عمارة لهيئة ترميم الآثار في مصر، وبيقول لشوقي إن اللوحة أصلية، وبيتضح إن اللوحة اللي معاهم متطابقة تماما مع اللوحة اللي مع لما وأصحابها. وبيبدأ المزاد على $1,000,000 على الرغم من ان قيمه اللوحه الحقيقيه بتتخطى ال 40 مليون. وبيرفع رشيد السعر ل1,200,000، فبترد نجوى عليه وبترفعه ل1,500,000، ووقتها بيزيد رشيد عليها $500,000 وبيرفع المبلغ ل2 مليون. وهنا نجوى بتصدمه وبتقول انها مستعده تدفع 3 مليون وتشتري اللوحه. وساعتها رشيد بيتضايق وبيحس انه مش هيقدر يزيد اكتر من كده فبينسحب وبيمشي. ووقتها بتبعت لما رقم الحساب البنكي بتاعهم لنجوى عشان تحول الفلوس، لكن بيكون في مشكله في البنك متعلقه بصيانه السيستم وعمليه التحويل بتفشل. فبتروح لما تشتغل على المشكله دي عشان تحلها، وبتطلب من ألفي هي وكرم انه يروح يتكلم مع نجوى ويلهيها لحد ما هي تحل المشكله. فبيروح ألفي يتكلم معاها وبيبدأ يقول لها ترشيحات لطرق ممكن تحمي بيها اللوح بتاعتها من انها تتعرض للسرقه بصفته خبير وعارف كل الطرق. وبيفضل قاعد معاها لحد ما بتيجي لما وبتبلغه ان المشكله اتحلت. ووقتها بتدفع نجوى المبلغ اللي قالت عليه وبتحوله على حسابهم البنكي وبتمشي. واثناء ما هي بتركب العربيه بتصورها البنت اللي مراقبه لما وألفي من هم في مصر. وبعد شويه بيخرج ألفي ولما وكرم من القصر اللي باعوا فيه اللوحه لنجوى وبيقرروا يروحوا يقعدوا في فندق لحد ميعاد الطياره بتاعتهم. ووقتها بتشوفهم البنت اللي بتراقبهم وبتتصل بالشخص اللي مكلفها بالمهمه دي وبتعرفه انهم خرجوا من القصر لكنها مش عارفه هم رايحين فين. فبيقول لها الشخص ده انها تطلع وراهم وما تشيلش عينيها من عليهم. وبالفعل بتركب عربيتها وبتتحرك وراهم في الحال. وبيروح ألفي ولما وكرم للفندق، وهناك ألفي بيعرفهم انه هيشتغل في المجال ده تاني، وقرر انه هيسافر لايطاليا عشان يبدا حياه جديده بال1,000,000 اللي اخدهم من اخر عمليه وهي اللوحه اللي باعوها لنجوى. وعلى الرغم من انهم بيحاولوا يقنعوه انه يكمل معاهم الا انه بيفضل رافض وبيفهمهم انهم لو استمروا في الشراكه اللي بينهم هيخسروا بعض في يوم من الايام. وبالليل بيكون ألفي قاعد في غرفته وبيستعد للنوم، وفجاه بيشوف قدامه خبر في التلفزيون عن وجود لوحه ذات الرباط الابيض الاصليه في هيئه الترميم في مصر، وان كل اللي اتقال في اليومين اللي فاتوا بخصوص سرقتها مجرد اشاعات. ووقتها بيخاف ألفي من ان نجوى تشوف الخبر ويتكشفوا، وبيطلع بسرعه يخبط على اوض صحابه عشان يخطط معاهم لخطه جديده تحميهم، لكنهم بيكونوا نايمين ومحدش بيفتح له. وفي اللحظه دي بيوصل البوليس للفندق، واول ما بيشوفوا ألفي بيفضل يجري، فبيطاردوا البوليس في كل مكان وما بيلاقيش ألفي مفر للهروب من مصيره. وعشان نفهم قصه اللوحه هنرجع للوقت اللي صدر فيه قرار من هيئة وزارة الثقافة بترميمها، وبنشوف كرم وهو قاعد مع واحد صاحبه شغال في وزارة الثقافة واللي بيعرفه انه هيشارك في ترميم اللوحة دي وبيكون سعيد جدا. وهنا كرم بيجيله فكرة جهنمية وهي انه يشترك مع لما وألفي ويحققوا اكبر مكاسب ممكنة من خلال اللوحة دي. وبيعرف كرم من صاحبه ان اللوحة هتفضل في الترميم